اللحظة دي أنت بوّظت كل اللي أنت عملته في ال30 يوم. إحنا بنتكلم إن التعديل الغذائي بتاعنا هي عملية تغيير lifestyle. تغيير lifestyle يعني محتاج فترة طويلة أستمر بالشكل ده عشان تتحول لجزء من عاداتي، وبالتالي أعيش بشكل كويس بصحة كويسة، وفي نفس الوقت محافظ على وزني. ده بيحصل أول يوم العيد، وطبعًا بيستمر بعد العيد أسبوعين 3 كمان حسب كميات الكحك بقى والبيتي فور والغريبة والبسكوت اللي موجودة عندنا في البيت، استهلاك لكميات غير طبيعية تحت بند إن إحنا خلاص فطرنا. وطبعًا بيصاحب ده كمان استهلاك لكميات كبيرة من المشروبات السخنة، وطالما مشروبات سخنة يبقى هنحليها بإيه؟ أكيد هنحليها بالسكر، وبالتالي إحنا فترة كاملة عمّال تاخد كميات من السكريات البسيطة على شكل الغريبة وعلى شكل الكحك وعلى شكل البسكوت، في الوقت نفسه بتحط معاها كمان شاي أو شاي بلبن عليه كميات كبيرة من السكر. الجسم بيحس جوّه منه بحاجة اسمها الsugar rush. الsugar rush دي بترجع تاني تخلّي كل حاجة تخمل وتهدى وترجع زي ما كنا قبل الصيام. فأستأذن حضراتكم خلّينا نكمّل اللي بدأناه صح، نقلّل الكميات اللي بنستهلكها من الحلويات. ما باقولكش ما تاكلش بسكوت ولا غريبة ولا بيتي فور، بس على قد واحدتين 3 مش لازم كل شوية طبق كبير. يعني أنت في الوقت نفسه ما أنت في العيد الصغير مشهور جدًا موضوع الترمس الحلبة الخضرا. طب ما أنت هنا عندك health benefits أعلى بكتير، ألياف محترمة بتاخدها من الحلبة الخضرا، بتاخدها من الترمس، في الوقت نفسه بتاخد بعض المركبات اللي موجودة عندنا في الحلبة، ودي بتحسّن مع الوقت أداء الأنسولين وأداء البنكرياس، وفي نفس الوقت معدلات الحرق على المدى الطويل. خُد الجانب الإيجابي من الموضوع وابعد شوية عن السلبيات، وما نبدأش نقلد كل اللي حوالين مننا. افتكر دايمًا إن صحتك أهم.